السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. احنا عندنا بقى ايه شوية رقاق كده يعني باقيين من العيد. فطبعا ايه مش عارفين نعمل بيهم اي حاجة، فقلنا نعمل بيهم ايه بقى النهاردة كده مع بعض. صينية رقاق بالمكسرات وبالعسل، يعني حاجة جميلة جدا تحالي. مش زي بقى الصينية بتاعت اللحمة المفرومة المعصجة وكلام من ده، لا. ده بقى تحالي بطريقة جميلة جدا جدا وهتعجبكم، وحاجة آخر جمال، حاجة تفتح النفس، وحاجات يعني بسيطة جدا عندك في البيت. يلا بقى بينا. نشوف هنعمل ايه ونسمي على رسولنا الكريم، نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، ونخش نشوف هنعملها ايه ازاي. انا جبت بقى ايه نص كيلو لبن، حطيته في الصينيه دي بس مغلي، يعني اللبن ده يكون سخن جامد. حطيت عليه بقى ايه نص كوبايه سكر، لو انت مش عايزاها حلوه قوي حطي ربع كوبايه سكر كده اهوت على مزاجك، بس احنا عشان بنحب الحاجه حلوه حطيت نص كوبايه سكر او نص مج يعني. وحطيت عليه ايه نص معلقه فانيليا. الفانيليا دي اللي هي البودر بتبقى بصراحه بتدي ريحه جميله جدا وطعم حلو قوي. اللي في الاكياس دي بتبقى فيها سكر، لكن دي تعتبر فانيليا خام بودر. فدوبيهم بقى كده مع بعض. وزي ما قلت لك هو نص كيلو لبن بس مغلي، يعني لازم اللبن ده يكون سخن. خلاص دوبتيهم مع بعض لحد ما السكر ايه داب. جبنا بقى الصينيه اللي احنا هنحط فيها بقى الرقاق، دهناها سمنه. يعني دهني بقى كده الارضيه كويس، ودهني الجوانب عشان الرقاقه ما تلزقش ايه في الصينيه، لان ديت يعني شاربه لبن. فاللبن والسكر دوت بتلاقيه لزج بيلزق في الصينيه. ادهني الصينيه كويس جدا. جيبي بقى اول رقاقه لو مكسره عندك او سليمه اي حاجه، بس ايه شبعيها بقى باللبن دوت. زي ما قلنا اللبن سخن بيغلي، فالرقاقه دي من بره ومن جوه، قصدي من ناحيتين يعني، خليها تشرب لبن كويس. حطيها بقى في قلب الصينيه، وايه برضو ادهنيها بالسمن كويس، لان الرقاق طبعا بيشرب الشوربه غير لما بيشرب اللبن. فده بيبقى يعني ناشف شويه معاكي. فادهنيها بقى بالسمنه كده كويس. خلاص. رقاق سليمه مكسره اي حاجه، المهم ان كله في الاخر هيديك نتيجه حلوه قوي. جبنا والرقاقه دي كنت انا بقى ماسحه الدقيق اللي عليها، عشان ايه الباقي من اللبن دوت ما يعكرش بالدقيق، ولان احنا هنستعمله برضو مش هنرميه. خلاص كده. ادهني بقى الرقاقه كده من بره ومن جوه من الناحيتين زي ما انت شايفاني كده، يعني اسقيها باللبن كده كويس. خلاص. يعني يعتبر يعني هنحط 3 ورقات تحت و3 ورقات فوق بس. دي تاني ورقة كده. خلاص. لو الصينية برضو مش مكفية قدامك اكسريها برضو ايه ورصيها كده في الصينية، مش هيجرى لها حاجة. خلاص زي ما انتم شايفيني كده اهو، برضو كسرتها وسويتها. دي تعتبر تاني رقاقة جميلة جدا. دهناها برضو سمنة، دهناها كده بالفرشة سمنة كويسة قوي. يا سلام لو سمنة بقى بلدي لو عندك متاحة، بتبقى الريحة والطعم جميلة جدا وخيال. خلاص اهي جبنا بص بقى تالت واحدة ايه بقى اهي نصين قدامكم اهي، يعني هي اصلا ما كانتش سليمة. ليه بقى؟ لان تحطي الحاجات المكسرة دي في النص، وزي ما قلت لك في الاخر برضه هتديك نتيجة جميلة جدا. خلاص اهي برضه اسقيها باللبن كده من ناحيتين. حطيها برضه في الصينية كده، وجيبي الحتة التانية جنبها. اي حتة كده تكون مسوية برضه كده، يعني ايه تاخد المكان اللي جنبها. اهي حتة تانية اهي. هتتكسر برضو منك مش مشكلة، هي هتتحط سليمة برضو مش مشكلة. اهم شيء انك انت ايه تكوني بس مسوية الصينية، ما تطلعيش اطراف الرقاق ده بره. خلاص كده اهي حبايبي قدامكم. شبعناها باللبن اهي كده من ناحيتين. هنحطها برضو اهي في الصينية. الحتت الزيادة برضو اللي على الطروف دي اكسريها برضو، حطيها كده في النص ما جراش حاجة. وهندهنها برضو سمنة تاني، يعني كل ورقة رقاق تحطيها تدهني سمنة، بحيث خلاص كده ان انت حطيتي 3 طبقات. خلاص كده بقى دهناها السمنه قدامكم. هنجيب ايه بقى شويه جوز هند، رشيهم بقى كده اهوت. بصي زي ما انا قلت لك المتاح عندك، انا المتاح كان عندي اللي هو جوز هند مع زبيب مع سوداني. انت اي حاجه متاحه عندك، بس انت كل ما تحطي كده الحشو جميل جدا من جوه بتديكي ايه طعم جميل جدا جدا. ادي هو شويه السوداني برضه اهو قدامكم بعد جوز الهند رشيتهم. والسوداني ده بقى انا اديته ايه تحميصه صغيره على البوتاجاز في الطاسه كده من غير حاجه، بس عشان ايه تطير منه الرطوبه وما يبقاش طعمه ني في قلب ايه صينيه الرقاق. خلاص يا حبايبي بصوا كده اهو، حطيت السوداني كله المجروش
يعني كسرته وبعد كده حطيت عليهم ايه شويه زبيب. يعني المتاح عندك، زي ما بقولك الحشو دوت على ذوقك وعلى مزاجك والمتاح عندك. بس كل ما انت بقى ما تديها كده الحاجه بتاعتها كده وتخدميها كويس بتديكي طعم جميل جدا جدا. خلاص اهو حطيت بقى شويه الزبيب اللي باقيين عندي. جبت برضه اهي الرقه اللي قدامكم اهو برضه حتت مكسره، وبرضه هسقيها باللبن. واللبن ما زال لحد دلوقتي سخن، ليه؟ لانه كان مغلي. خلاص الحتت الصغيره بقى دي كده برضه سويها كده، دي يعتبروا برضه هنحط 3 طبقات فوق برضه على الوش، زي اللي احنا حطيناهم تحت بالظبط. وكل ما تحطي واحده اضغطي عليها بس عشان ما تلاقاش قبت كده منك الرقاقه ويعني مش عارفه تسويها. خلاص كده اهو جبنا اخر حته رقاقه برضه اهو، سقيناها لبن كويس. زي ما قلت لكم برضه اللبن ده مش هنرميه في الاخر، شوف هنستعمله. كده تعتبر ادي واحده، دوسي عليها كده بايديكي عشان ما تبقاش قبه كده. وبرضه وهندهنها سمنه، بس هي الحته دي معلش بقى ما صورتش بتاعت السمنه، بس احنا دهناها سمنه. يعني تاني ورقه دي قصدي اول ورقه دهناها سمنه. يعني كل ورقه تحطيها حبيبتي ادهنيها سمنه. دي بقى هي كانت عندي برضو واحده سليمه، سقيناها برضو باللبن كده من الناحيتين وحطيناها. وزي ما قلت لك برضو الحتت الزياده اكسريها وحطيها تحتيها ما يجراش حاجه، او جنبها كده. المهم انك تسويها تبقى هي واحده، هي رقاقه واحده، يعني راق واحد. خلاص اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. اضغطي برضو عليها كده شويه وتدهني برضو سمنه. خلاص كده هتبقى عندنا بقى لسه اخر واحده. اخر واحده برضو لو عندك سليمه بقى انت عايزه تسويها حطيها. لو انت برضو مش سليمه ومش عايزه مش عارفه تسويها، عندك حتت برضو مكسره هتمشي معاكي برضو جميله. يعني كل حاجه عندك هتمشي في الاخر، هتديك النتيجه المرضيه والجميله جدا، الحاجه اللي تفتح النفس. خلاص برضو اهيت اخر واحده، سقيناها باللبن برضو من بره ومن من الناحيتين زي ما انتم شايفين كده حبايبي. ولو انت عندك اصلا الصينيه دي هتكفي الرقاقه كده بحالها خلاص تمام جدا. بس انا بقى يعني نسيت وجبت الصينيه الاصغر شويه، فما كانتش بتاخد الرقاقه كلها كده كامله زي ما هي. خلاص دي تعتبر اخر واحده اهي. برضو مش هتبقى متساويه عندك، اكسري الحتت الزياده وحطيها تحت الرقاقه وضغطيها ضغطه كده كويسه زي ما قلنا كده مع بعض، بحيث انها ما تبقاش قبه معاك كده من قدامك، عشان لما تخش الفرن ما فيش حته تتحمر قوي وحته تبقى هبطانه كده مش متحمره. برضو هنشبعها كده بالسمنه. عايزه اقول لك الريحه والجمال يعني حاجه خيال، تتخيليها كده حاجه تفتح نفس وانت بتعمليها بايديك كده قبل ما تستوي. حطينا بقى بقيه السمنه كلها كده بقى اللي عندي خلاص، يعني عشان الوش دوت بيحتاج دسم شويه. عندك بقى حتة قشطة بقى انت محوشاها من اللبن كده في الفريزر. لو انت برضو حتة قشطة جاهزة برضو عندك في الفريزر كده مستغنية عنها. ولو ما عندكيش خالص مش مشكلة، انت شبعتيها كده بالسمنة بس بقى كل ما اقولك ما بتخدميها بتديكي حاجة جميلة جدا جدا. انا كانت عندي بصراحة دي حتة القشطة محوشاها من اللبن. حطيتها بقى على الوش كده وافرديها بقى على الرواق كله عشان كله يبقى متشبع كده بالقشطه وبالسمنه. ولما تيجي بقى تطلعيها من الفرن تلاقيها كلها سوا واحد. خطيره خطيره خطيره. خلاص كده اهو. كانوا عندي انا حتى حوالي 3 4 معالق قشطه كلهم حطيتهم وسويت تكون انت بقى مولعه الفرن قبلها بربع ساعه على درجه 180. دي بقى هتاخد بس وش مش هتستوي لان كل حاجه فيها جوه مستويه. حطيها بقى في الشبكه اللي في النص ومش هتاخد منك ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير زي انتم مش شايفينها بقى كده. بصوا الجمال، بصوا الحاجة الجميلة الخطيرة. كان عندي بقى أنا كمان كوباية عسل اللي هو بتاع الحلويات اللي هو بتاع البسبوسة بتاع الكنافة، كانت باقية عندي. رشيها بقى أنت على الوش كده أول ما تطلع على طول من الفرن، تبقى سخنة كده على طول والعسل ده بارد.
ورش بقى كوبايه العسل ده كله كده عليها، او انت عندك عسل ابيض عايزه تحطي برضو براحتك، مش عايزه برضو تحطي العسل. اللبن بقى اللي بقي دوت عايزه ترشيه على الوش، وتحطي بقى كمان عليه حبه سكر بودر. جمال الدنيا كله فيها، يعني انت تبع مزاجك وتبع الحاجه اللي انت بتحبيها. بس انا قلت بقى احط حبه العسل اللي هم باقيين عندي دول، بحيث لو في اطفال بياكلوا معاكي هتبقى طريه كده حلوه، بس هي تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه، حاجه خطيره جدا. وحطيت بقى عليها كمان، جملتها بشويه جوز هند كده اللي هو اسمه الضوافر، او اللي هو قطع كده قدامك. يعني بصي انا، هي بتتكلم عن نفسها، حاجه جميله جدا وحاجه تغيير بقى عن الجلاش. غطيها بقى عشان تتشرب بقى من كل الحاجه اللي عليها ديت. ولما تبرد خالص تروحي بقى انت ايه مقطعاها براحتك. انا بقى قطعت بس منها مثلث قدامكم بس عشان اوريه لكم. بصي بتتقطع معاكي بسهوله وجميله جدا، خطيره خطيره. السوا بتاعها حاجه اخر جمال. ومن جوه بقى الحشو كده جميل كده ومالي نفسه، وهي كده بصي مش معجنه ولا ناشفه ولا كلام من ده، خطيره خطيره. وزي ما انا قلت لك كده، لو انت مش عايزه تحطي عليها العسل دوت، حطي عسل ابيض ماشي. عايزه تحطي عليها بقى حبه اللبن الباقيين من الرقاق واحنا بنسقيه، وتحطي عليه حبه سكر بودر كده، خطير خطير. شايفين بقى الجمال والريحه، حاجه فوق الوصف. وزي ما قلت لكم هي برضو من جوه طريه ومن بره مقرمشه. لو انت عايزه تقرمشيها قوي برضو سيبيها سوا شويه، لو مش عايزه كده هي دوبك ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير. عايزاكم بقى تجربوها حبايب قلبي، وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وهتعجبكم خالص خالص ان شاء الله، وحاجات جميله جدا وبمكونات سهله وكانت كلها عندك في البيت.